الصحة تحذر من عقارين للأطفال بسبب خطأ في تصنيعهم. طبعا العقارين كل القنوات امبارح الزملاء في كل المحطات اتكلموا فيها، لكن الحقيقة محدش تعرض لموضوع مهم جدا. عقار أبيمول وعقار فيتولين اللي هم برقم تشغيلة ايه 50 58 08 ايه 50 60 76 في السوق من شهر 10. ده المستند اللي معانا اهو. وزارة الصحة بتطالب بلم الأدوية دي من السوق، لأن الأدوية دي هتسبب أمراض للناس، والأدوية دي يعني بيتعاطاها أطفال، وبيحذروا من تداول هذان العقاران. العقار ده اللي بيتداول من شهر 10 الكل اتكلم فيه مسألة ليه كان موجود وليه دلوقتي جايين يسحبوه، لكن الحقيقة ما حدش اتكلم في موضوع مهم جدا. والوزيرة المبجلة التي تدعى الوزيرة السابقة التي تدعى مها رباط، اللي انا قلت لها هنا اكتر من مره انت وزيره فاشله، ازاي صرحت بنزول هذا العقار للسوق؟ هذا العقار اللي ممكن يتسبب بامراض سرطانيه لاولادنا، هذا العقار اللي لحد دلوقتي وانا بتكلم مع حضراتكم عديت على 3 صيدليات وانا جاي في الطريق، اشتريت ابيمول واشتريت فيتونين. يعني العقارات موجوده، العقارات موجوده، وولادنا ممكن يتسرطنوا بسببها. انا عارف، يعني عايز افهم يعني وزير الصحه الدكتور عادل العدوي لماذا لم يصدر قراره باحاله كل من وافقوا او اجازوا هذا العقار او هذه التشغيله، لان زي ما حضراتكم عارفين كل عقار بيبقى له عده تشغيلات، كل تشغيله ما ينفعش تنزل السوق الا ما مندوب الاداره المركزيه للمعامل المركزيه للصحه يقول انا موافق تنزل السوق وتتباع. الراجل ده المفروض يجي يتحاكم، الوزيره بتاعته تتحاكم. احنا لحد امتى؟ لحد امتى هنبقى رخاص؟ لحد امتى المصريين هيبقى ثمنهم رخيص؟ احنا ما نسيناش اكياس الدم. برضو كانت من مستثمر، كان مستثمر عنده 150,000 طن عايز يبيعهم، وفي النهايه كانوا برضو اكياس سامه، اكياس مسرطنه. نفس الموضوع بيعدي مرور الكرام، الدواء يطلع وكفى المسلمين شر القتال. مش مهم اللي يموتوا، مش مهم اللي اشتروا الدواء، مش مهم اللي راح الدواء عندهم، مش مهم الناس اللي ما عندهمش تلفزيون وشافوا التحذيرات والدواء موجود في بيوتهم بيدوا عيالهم منه. مش مهم العيال تروح في داهيه، المهم رجال الاعمال يكسبوا. المهم سياده الوزيره تطلع كل يوم كانت تعمل مؤتمر صحفي هي والمتحدث الرسمي بتاع الفاشل. كل الناس دي لازم تتحاكم. انا بعتبر ده بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات باحاله كل هؤلاء للنائب العام للتحقيق. ارجوك حول الناس دي للتحقيق. الناس دول فسده، الناس دول فسده، الناس دول بيموتوا عيالنا.